السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال. فيديو النهارده انا متحمسه له جدا لان حاسه ان هو فيديو ايجابي جدا وخطوه مهمه جدا بالنسبه لي بصراحه، وان شاء الله يبقى يكون بالنسبه لكم. فهو هيكون عن منتجات مش هضيع عليها فلوسي تاني، فخلينا خلال الفيديو نشوف ايه الموضوع دوت ويلا بينا نبدا. طبعا اللي هيسمع كلمه مش هضيع عليها فلوسي تاني هيفهم ان انا مش هجيبها تاني، لكن هو مش بالمعنى دوت. يعني انا ممكن ما اجيبهاش، هو مثلا كاتيجوري هنمسك فيه، هشوف الحاجات اللي موجوده عندي منه ومش هكررها تاني. هنفهم من خلال الفيديو انا بتكلم عنه. اول حاجه هبدا بيها هي المانيكيرات. بصراحة الفترة الأخيرة أنا جبت مانيكيرات كتير جدا من براندز مختلفة بألوان مختلفة بدرجات مختلفة، فبقى عندي كتير جدا وحسيت إن أنا مازلت بجيب، فحسيت الموضوع فيه هدر وفيه أفورة. ده غير إن أنا ببوظ الحاجة. يعني المانيكيرات في أنواع منها ممكن تنشف، اللون يبوظ، أحس إن هي فصلت نص زيت ونص اللون، فبقيت خلاص برميها وهي لسه أصلا كاملة ما فيش غير مرة واحدة استخدمتها. فحسيت إن الموضوع فيه هدر، فقعدت مع نفسي رجعت نفسي قلت ليه ما خلصت الحاجات اللي عندي ولما بعد كده تخلص ابدا ان انا اجيب. لان المانيكيرات مش بنحطها بشكل مستمر يعني طول اليوم او كده، انا بحط قبل التصوير، في الفتره اللي مش بنصلي فيها في الشهر، لما بيكون عندي مناسبه. فطبعا يعني مش باستمرار، فالحاجه بتقعد والازازه بتكون صغيره فبتقعد كتير قوي. فجيت فلترت المانيكيرات بتاعتي، انا حطاها هنا، لقيت ان انا عندي يعني الوان حلوه وكميه كويسه، كوليكشن كويس. عندي درجات بتجمع بين النود على بيج والنود على بينك. عندي يعني من درجات مختلفه نود، عندي من ماركات مختلفه. حاجات مثلا اللي هي شتوي شويه، بنيات، نبيتي، لافندر، مش عارف ايه. فلقيت ان انا عندي درجات كتير، فقلت هاخد على نفسي عهد ان انا مش هجيب مانيكيرات تانية، مش هصرف عليها فلوسي الا لو خلصت اللي عندي او لون بحبه خلص وحسيت ان هو خلاص رميت العلبه فهكرره تاني. فعشان كده قلت لكم مش هضيع عليها فلوسي. مش معنى كده ان انا مش هجيبها تاني، ولكن فعلا انا هحاول ان انا استخدم الاول كل الحاجات اللي عندي، نفس فكره البروجكت بان، بس فعلا انا حطيت لنفسي كام حاجه من الحاجات اللي عندي اللي انا عماله اشتري عليهم تاني وانا ما استخدمتش الكميه كلها اللي عندي. فدول كميه كافيه جدا يقعدوني بصراحه سنين، مش بس يعني اقول لكم سنه ولا اتنين. فانتوا كمان راقبوني ان شاء الله. مش هحاول ان انا اجيب مانيكيرات في المشتريات بتاعتي حتى لو كان عليها اوفر، حتى لو كان اللون عاجبني، حتى لو كان اللون مش عندي. ولو اني اشك ان كلمه اللون مش عندي، لان انا عندي معظم الالوان. في الاخر برجع لكام لون كده انا بحبهم اللي هي على نود، فدايما بحطهم. فمش هافور في المانيكيرات ومش هضيع عليها فلوسي غير لو خلصوا عشان ما اهدرهمش وينشفوا. كمان بمناسبة المانيكيرات قبل ما نبدأ على الجزء التاني، عايزة اكلمكم عن الانواع الكويسة علشان ده بيفرق جدا في جودة المانيكير، خصوصا لو انتي هتجيبي كام لون بس وهتعتمدي عليهم وعايزاهم يقعدوا ما ينشفوش. هكلمكم على كام نوع كده من تجربتي ان هم بيبقوا معايا بقالهم كذا سنة وفعلا حلوين. اول واحد هكلمكم عنه طبعا من اماندا المانيكيرات بتاعتها والله بتقعد معايا بالسنين، نفس الكواليتي، ولا بتنشف ولا بتبوظ ولا اي حاجة. فلو حد شايف ان مثلا اماندا غالي، هو ثمنه فيه بصراحه هو طبعا اقل من 100 جنيه بس حلو جدا، بيقعد كتير والالوان بتاعته اللي فيها فرايتي كتير. من المانيكيرات برضو الممتازه، الالوان عندها جميله والفرشه والحجم وكل حاجه، مانيكيرات ايفون ما بتفصلش، الالوان بتاعتها حلوه جدا، الكواليتي بتاعتها كويسه جدا وما بتكلكعش على الضوافر ولا حاجه. الحاجه اللي بعد كده مانيكيرات جولدن روز، خطيره، دي غاليه بس تستاهل. المانيكيرات بتاعتها تحفه، الكواليتي بتاعتها تحفه وما بتخلصش بسهوله يعني، وكمان مش بتفصل. اللي يجي بعد كده مانيكيرات ايسنس، فظيعه، بجربها من سنين، بتفضل زي ما هي ما بتنشفش ولا اي حاجه، ما عدا اللي هم الجليتر ممكن ينشفوا شويه، جربت منهم واحد نشف معايا، لكن اللي هم العاديين دول بيفضلوا معايا لحد اخر نقطه. على حاجه تانية مش هضيع عليها فلوسي غير لما اخلص اللي عندي في الميك اب. انا الفتره الاخيره لقيت نفسي برضو عماله اجيب بلاشرات كتير، عماله اجيب باليتس اي شادو وانا عندي اصلا اوريدي. فلقيت ان الموضوع برضو بيهدر مني، مع ان الحاجات دي يعني صلاحيتها بتدوم شويه، الحاجات الباودر زي الاي شادو والبلاشر. ولكن بصراحه قلت فلترت الحاجه اللي عندي وقلت لا مش هجيبهم تاني. على سبيل المثال مثلا انا عندي من درجه لون الكحل البني لانه بحبه جدا 3 اقلام من انواع مختلفه، يعني عندي 2 من جولدن روز وواحد من بلين. دول انا هفضل ان انا استخدمهم لحد ما يخلصوا خالص واحس ان انا خلاص اخر حته كده في القلم، هبدا ان انا اجيب غيره. غير كده مش هجيب تاني مثلا اقلام كحلي. انا بديكم مثل وهقيس على المثل ده حاجات تانية كتير عندي، مثلا عندي ازرقات كتير، عندي اسود كتير، فمش هجيب درجات تانية لمجرد ان انا عايزه اجرب او كده. طبعا
طبعا الكلام ده غير لو حاجه جات لي اعمل عليها ريفيو، ده هيكون حاجه تانية. لكن ان انا اروح اشتري علشان مثلا حاجه عليها اوفر او حاجه عليها عرض وانا ما خلصتش اللي عندي او ان هي موجوده، لا مش هجيب. فالميك اب انا هستنى الحاجه اللي تخلص عندي خالص وبعد كده ارجع ان انا اجيبها، فمش هضيع فلوسي خالص على الميك اب غير لو انا الحاجه خلصت. على سبيل المثال برضو في حاجات تانية، الماسكارات انا دورت لقيت عندي يعني انواع ماسكارات كتير قوي، دول بس اللي انا ماسكاهم، لسه في حاجات كمان في الدرج. فقلت طب الماسكارات اولا بتنشف، محتاجه ان انت تفتحي واحده تستخدميها لحد ما تخلص عشان ما تنشفش وتبوظ، خصوصا لو الكواليتي بتاعتها كويسه. فهستنى لما اخلصهم خالص وبعد كده ابدا افكر ان انا اجيب ماسكارا جديده او كده. انا كنت الاول بحب ان انا اجيب بحيث ان انا يبقى عندي فرايتي من الانواع، اقدر اعمل لكم ريفيو، اقدر اعمل فيديوز او كده. بس بصراحه الفتره الاخيره دي انا حسيت ان انا عندي افكار لفيديوز تانية مش شرط يكون فيها منتجات، حاجات كتير في الحياه، حاجات كتير ممكن نقدر نستفاد منها ان انا اعمل عليها كونتنت. فعشان كده قلت لا انا مش هفضل اقعد اجيب، بحس ان الحاجه بتتهدر وبتبوظ. وحبيت ان انا انقل لكم التجربه علشان برضو لو حد كده يبدا يفلتر حاجته ويشوف ايه الحاجات اللي هو لا لما تخلص هجيب، والحاجه دي قربت تخلص هجيبها خلاص عشان خلصت. لكن ما اقعدش اجيب والحاجه زي ما انتم شايفين بتبقى بحالها. وكمان خصوصا لو حد مش بيحط ميك اب باستمرار، مش بيبقى بيستهلك حاجات باستمرار، فالحاجه بتقعد بتطول، فالفلوس بتاعتها اللي انا هروح ازود عليها ممكن اجيب حاجات تانية. ودي فكره فيديو انا هعملها لكم ان شاء الله برضو قريب، ازاي نستغل الفلوس في حاجات فعلا تحس ان انت حطيتي فلوسك في مكانها. الحاجه اللي بعد كده مش هضيع عليها فلوسي هي الاكسسوارز. وكون ان انا اقول الكلمه دي كبيره قوي عندي، لان اللي متابعني من زمان عارف قد ايه انا بحب الاكسسوارز جدا، وبحس ان هي قطعه اساسيه في اللبس مش قطعه مكمله لللبس. بحس ان هي بتنقل الاوتفيت في حته تانية، بتدي اناقه كتير قوي لللبس. فانا بالنسبه لي الاكسسوارز من الحاجات المهمه جدا. فان انا اقول كلمه مش هضيع فلوسي على الاكسسوارز ده بعد جرد وبعد حاجات كتير جدا، فان انا اقول كده دي كلمه كبيره قوي عندي. بس الغرض منها ايه؟ مثلا انا عندي من اللون الازرق في الاكسسوارز او العقد يعني الوان كتير باشكال مختلفه، فما اروحش اجيب بقى، يعني انا ما اروحش اجيب تاني نفس اللون. ما هو انا عندي يعني لما اجي اعمل اوتفيت بلون ازرق هلاقي عندي درجات منه مختلفه بماتيريال مختلفه باشكال مختلفه، فخلاص هكتفي. طيب هل يا اسماء مش هتجيبي اكسسوارز تاني خالص؟ لا، هجيب القطع المختلفه اللي هحس ان هي هتضيف لللبس بتاعي ولكن هي مش عندي. زي مثلا فكره الكف اللي طالع ده اللي هو الخاتم بالانسيال ده، انا نفسي اجيبه جدا وبدور عليه باشكال كده معينه، لما الاقيه اكيد هشتريه لان ده انا مش عندي منه خالص وحاسه ان هو قطعه جديده مختلفه. زي السنه اللي فاتت ما جبت برضو فكره الغوايش اللي هي الست اللي مع بعض دي، هي طالعه موضه وشكلها حلو وما كانتش عندي، فحسيت ان هي هتضيف لللبس بتاعي وكوليكشن مختلف في الصيف والحاجات دي، فهتبقى لذيذه جدا. هي دي الفكره. لكن انا ما اروحش اجيب مثلا نفس اللون عندي من عقد معين او خاتم معين واكرره وخلاص. لذلك نفس الفكره على الخواتم. بصوا الخواتم انا مقسماها كده السيلفر مع الذهبي او كده. انا لقيت ان انا عندي خواتم ذهبي كتير قوي، فما اروحش اجيب خاتم ذهبي تاني بنفس الشكل. يعني الشكل حاجه بسيطه لكن ما فيش فيه قطعه مختلفه، ما فيش فيه حاجه مختلفه احس ان هي مش عندي. فبصراحه ده قرار انا اخدته ان انا مش هضيع فلوسي على الاكسسوارز الا لو كانت حاجه قيمه وحاسه ان هي هتضيف لللبس وفي نفس الوقت حاسه ان هي مختلفه عندي. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انتوا ما تحطوش فلوسكم في اكسسوارز بتصدي، الحاجات اللي هي بتغير لون، الحاجات دي اتاكدوا قبل ما تجيبوا اي حاجه عشان ما تحسوش ان انتوا بترموا الفلوس في الارض. انا ما بحبش كده ابدا. يا اما اجيب حاجات فيها خرز وحاجات زي كده بتعيش، يا اما اجيب حاجات ستانلس ستيل، فضه، نحاس، الحاجات دي هي اللي بتقعد وبتحس ان انت حطيتي فلوسك في مكانها. الحاجه اللي بعد كده مش هضيع عليها فلوسي هي التوك. بعد جرد وتدوير في الحاجات اللي عندي لقيت ان انا عندي من كل الاقسام تقريبا. لقيت عندي الطوق، لقيت عندي الكليبس، لقيت عندي الاستك، لقيت عندي حاجات كتير، والستان واللي مش ستان والحاجات دي كلها. فقلت بعد كده انا لما اجي اجيب برضو نفس فكره الاكسسوار، لما اجيب توك شكلها مختلف جديده مش عندي، هتعمل قصه جديده في شعري او هتعمل شكل جديد في شعري، يا اما مثلا على دخلة عيد انا عايزه افرح نفسي بحاجه جديده او كده، تمام. لكن غير كده انا كنت كل ما انزل وادخل اي محل من المحلات اللي هي اخر العنقود والحاجات دي عيني بتروح على التوك، فاجيب والاقي نفسي ان عندي. والله قررت نفس الاساتك اللي هي بيبقى لونها اسود دي حوالي 4 أو 5 مرات وهي اصلا عندي، والاستك ده يعني نادرا لما بيوسع او كده وموجوده. فقعدت ان انا ازود عليهم
عليهم وهم اصلا موجودين. فحسيت ان الموضوع لا فيه افوره وفيه هدر كتير، فعشان كده حاولت ان انا اعمل الفيديو ده. وبعد ما جربت الحاجه اللي عندي وحسيت ان انا فعلا عارفه امتى اجيب ايه وامتى ما اجيبش ايه، هكتفي بالحاجات اللي عندي، في حين حاجه باظت اتقطعت اتكسرت ايا كان خلصت هجيب غيرها، لكن طول ما هي موجوده خلاص انا هكتفي بيها وهدور على القطع الجديده لو لقيتها بالصدفه قصادي. لكن غير كده مش هحاول ان انا اضيع الفلوس على حاجه هي اوريدي عندي. طبعا وباكد تاني بما اني انا صاحبه محتوى وبقدم محتوى، الكلام ده انا اخدت النيه فيه، ولكن لو جالي شغل او جالي اي حاجه اعمل عليها ريفيو علشان ممكن حد يشوفها يبقى محتاجها الكلام ده كله، اكيد هصورها. غير كده انا يعني هلتزم ان شاء الله، وانتوا تابعوا معايا وانتوا كمان اكتبوا لي. يعني انا ما رضيتش افور بصراحه ولا اقول حاجات كتير عشان ما بقاش مش ملتزمه بيها، ولا في نفس الوقت ان انا يعني اقلل. انا جردت الحاجه وشفت ان دول اكتر حاجات انا بجيب فيهم كتير قوي، فقلت لا انا هلتزم بيهم. وكمان في نقطه الميك اب عايزه اضيف ليكم ان انت مثلا لو حد بيحط ميك اب بس الميك اب بتاعه خفيف قوي بسيط قوي، ما يروحش مثلا شايف حد بيجيب كونتور فيروح يجيب كونتور وهو هيجيبه هيجربه مره وهيتركن صلاحيته هتبوظ تترمي. فدايما دايما تأني في اختيار الحاجه بتاعتك وفي الشراء عشان تستفادي بالحاجه وتستفادي بفلوسها، لان ممكن بالفلوس دي احنا نجيب حاجات تانية هي فعلا ليها فايده وهنحتاجها اكتر من الحاجه اللي احنا جبناها وركناها. عايزه اكد على نقطه ان وارد جدا الانسان يضعف لان احنا بشر في النهايه، فممكن انا اكون قايله على الحاجات دي واشوف حاجه مثلا اغرتني لا ايدي مش قادره انا عايزه اجيبها او كده، فوارد ان الواحد يغلط ويجيب. ولكن بعد ما عزم النيه على حاجه معينه ان هو يبطلها او ياخد باله منها، هيكون في تأنيب شويه، مش زي ما كان بيجيب كده وخلاص عشان حاجه عجباه يلا هروح اجيبها. هيكون في تأنيب من جواه، فهياخد باله بعد كده لو غلط مره او ضعف مره هياخد باله بعد كده في المره اللي بعدها، فهيكون الشراء بتأني بعد كده مش باندفاع ناحيه شهوته زي قبل كده. فالفيديو ده انا مبسوطه منه جدا، مبسوطه ان انا توصلت لنقطه زي كده، وان انا قعدت جردت الحاجه اللي عندي وتوصلت للحاجات دي، فان شاء الله التزم بيها. وانتوا كمان شاركوني الحاجات اللي عندكم اللي انتوا عايزين تتأنوا في الشراء فيها وكمان تلتزموا بيها، شاركوني ونشجع بعض ان شاء الله. والسلسله بتاعت الفيديوز دي هتعجبكم جدا. الفيديو اللي جاي بعده هيكون عن الحاجات اللي احنا نحط فيها فلوسنا، فهيكون برده فيديو حلو جدا. فبس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.